عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنعمله مع بعض النهاردة ان شاء الله القرص الطري او البكاكين الفلاحي. معانا 2 كيلو دقيق. انا بحب اعمل كمية شوية يعني، محبش الحاجات الشوية. كل 2 كيلو دقيق ليهم، او كل كيلو اللي عايزة تضاعف الكمية، عايزة تعمل كيلو تعمل 2 كيلو، كل هذا على حسب راحته يعني. كل كيلو دقيق ليه كوباية سمنة على زيت، معلقتين خميرة، معلقتين سكر، معلقة ملح، كوبايتين لبن. انا معايا مضاعفة المقدار، فدول 4 كوبايات لبن، 4 معالق خميرة، 4 معالق سكر، معلقتين ملح، كوبايتين سمنة على زيت. هنبدأ بسم الله نعجن. هبدأ اول حاجة شوية ملح، اقلبها، سكر، احط شوية سكر عشان الخميرة بتاعتي، سكر على خميرة، اعمل اختبار للخميرة. هنقلب الخميرة مع السكر اول حاجة نبدأ بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن بتاعنا كده يا بنات. احنا لفينا العجينة بتاعتنا بالدقيق والخميرة. هنحط بقى السمنة على الزيت. كل ما تعجني اكتر كل العجينة بتاعتك ما تبقى جميلة وهشة وطرية. عجنت اهوت بالزبدة على الزيت او السمنة على الزيت. صراحة الدقيق اللي معايا ده ما خدش اكتر من كوباية وتلت يعني. مش لازم تحط كمية السمنة اللي معاك، على حسب الدقيق بتاعك ما ياخد من كوباية ونص لكوباية وتلت كده يعني. فهو محتاجش مني اكتر من كوباية وتلت، والباقي سبته في كوباية عشان على حسب الدقيق اللي معاك، على حسب ما ياخد منك. هسيبه يخمر وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا عجينتنا خمرت اهيت ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. بعد الطبق هنقرصوها بقى ونشتغلوا فيه. اول حاجه ادهن الصينيه كده بالزيت. نقرصوها كده. انا هعمل شويه كبيره وشويه صغيره يعني على حسب يعني.
كل واحد يقرصها زي ما هو عاوز. كده احنا قرصنا العجينة بتاعتنا اهيت كلها، وطبعا انا ضعفت المقدار فطلع عمل معايا كتير. هفرده. هنبدأ بقى بأول واحدة احنا عملناها، قرصناها واحطها في الصاج، افردها في الصاج. وفي ممكن احشيها جبنة على زيتون، بيبقى طعمها جميل جدا. احط فيها الجبنة كده واقفلها. هتبقى بالمستوى ده كده او السمك ده كده يعني. دي القرص بتاعتنا اللي في الفرن اهي، ما شاء الله كلها حلوه وحلوه وجميله اهي، بسم الله ما شاء الله. واخيرا ده القرص بتاعتنا اللي خبزناها او البكون. ما شاء الله يعني حاجه كده تحفه بصراحه يعني. اكسر لكم واحده حتى على شكل قلب كده جميله. كله قلب وفاضي كده من جوه ما شاء الله، مفيش كده وطري. وده محشي جبنه بزيتون من جوه برضو، يعني الجبنه سايحه طبعا، بس الطعم بقى بيبقى حاجه تانية خالص ما شاء الله يعني، خيال. جربوه مش هتندموا.